السلام عليكم يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. انا باديه معاكم الفيديو بالفوانيس بتاعه رمضان عشان خاطر اوريكم الاشكال دي. الاشكال متوفره عندنا هنا في كندا، حاجات بسيطه بس بنحاول ان احنا نفرح ونبسط ولادنا حتى لو بحاجات بسيطه. طبعا عارفه ان الفوانيس في البلاد العربيه اشكال وفيها حركات، بس يلا الحمد لله على كل حاجه. يلا انا هندخل على طول على وصفتنا. انا النهارده هعمل معاكم القطايف عجينه، وهقلي كمان معاكم اوريكم شكلها وهي مقليه. وان شاء الله باذن الله الطريقه ديت تعجبكم وتكون تطلع معاكم زي احلى كمان من اللي احنا بنشتريها من بره. وفر انا اعرف ان القطايف بتقف عليها توابير في رمضان، لا اعمليها في البيت وحطيها في الفريزر وطلعي منها على قد استخدامك. يلا ندخل على طول على المقادير. هنا دول عندي كوبايه دقيق، ممكن تعيريها بمج، ممكن تعيريها بالكوبايه المعياريه زي ما انت عايزه. المهم ان دي كوبايه عليها كوبايه وربع دي ميه دافيه، كوبايه وربع ميه دافيه. وهنا دي معلقه صغيره مليانه خميره فوريه اهي. وعندي هنا نص معلقه صغيره بيكنج باودر وربع معلقه صغيره ملح. وهنا معلقه كبيره سكر ومعلقه كبيره لبن بودر. وهنا دول معلقه ونص دقيق سميد بسبوسه. لو مش متوفر عندك عادي ممكن الاستغناء عنه، بس المهم ان هو يكون ناعم. لو تفتكروا انا عملت معاكم البسبوسه بالسميد الخشن، هنا السميد ناعم. مش متوفر اعملي بالدقيق برده بتطلع زي الفل وشغاله يعني. بس انا كل اللي انا هعمله بقى هاخد الميه الدافيه ديت هحطها في الخلاط اهي زي ما انتوا شايفين. بصوا انا حطيت بقى كوبايه وربع هم ميه. هي هعمل ايه بقى؟ هنزل عليهم الاهم حاجه في الخطوات ان انتوا تنزلوا بالسوائل الاول اللي هي الميه، وبعد كده هننزل اهي بالمعلقه ونص السميد. كل بقى الحاجات الجافه حطها على بعضها، والبيكنج باودر اهو، والخميره اهي، والسكر اهو، وادي اللبن البودر اهو. بيديها بقى طعم ظريف جدا، بتطلع احلى كمان بتاعت بره. وادي كوبايه الدقيق هنزل فيها كلها اهي. بس هروح على الخلاط اضربها وهوريكم برده القوام ايه المطلوب اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا يا جماعه، بصوا القوام هي اتقل. بصوا لو تاخدوا بالكم اتقل من الكريب شويه. بصوا انا حتى هنقلها في حاجه تانية عشان خاطر دي المفروض بتخمر نص ساعه، من نص ساعه لساعه مش اكتر من كده. القطايف ما بتخمرش اكتر من كده اهو. بصوا شايفين ده القوام اهو. بصوا اهو فيها حتى كلاكيع شويه، ممكن ايه اضربها ضربه انا بقى بالمضرب. بس هسيبها بقى تخمر. هضربها بس الكلاكيع دي اتاكد ان هي فكت، وهسيبها تخمر من نص ساعه لساعه، وهوريكم برضو شكلها بعد الخمران زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا انا قافله عليها بالبلاستيك ازاي عشان تخمر. هفتح بقى حتى معاكم، والله ما فتحت، افتحها معاكم عشان اكد لكم ان هي. بصوا شايفين مجرد، بصوا شايفين الفقاعات دي او البابلز دي كده خلاص. انا عجنتي خلاص، انا هحطها بالظبط نص ساعه. بس هديها تقليبه كده اهي كده اهو. لازم تدوها التقليبه دي، ما تحطهاش وهي خمرانه اهي بالشكل ده كده. وبصوا القوام، هو ده القوام ايه اللي ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي اهو باين. بصوا ماسكه المعلقه ازاي. بس انا هاخدكم بقى على النار وهعمل معاكم كام واحده اوريكم الطريقه. هعمل معاكم اهي واحده. بصوا انا هعملها بالكوبايات المعياريه دي، الربع، اصغر كوبايه عندي اهي، بحيث ان هما كلهم يبقوا نفس الحجم. اتحكم في الحجم بتاعها اهو بالشكل ده كده. ولازم اللي هعمل فيها لازم تبقى تيفال. عايزه تحطي عليها مسحه زيت، انا مش حاطه لان انا يعني الحمد لله عندي نوعيه الطاسه دي كويسه. بصوا اللي شايفين هو ده الفقاقيع دي هي كده. انا عندي الحمد لله العجينه بتاعتي مظبوطه وتمام اهي. تنشف بقى ما بتتقلبش. القطايف ما بقلبهاش لازم. بصوا شايفين الابيض اللي فوق ده ابتدى ينشف ويخف كده ازاي كده. انا سايباه مع نفسه يستوي وما بيتقلبش
وعلى نار متوسطه، ولا نار عاليه ولا نار. ممكن اهو دلوقتي بصوا ابتدت تنشف اهي شويه، ابص عليها لسه شويه، خليها اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا استوت، وعايزه اوريكم بقى اللون من ورا، شايفين اهي. قطايف دي ولا مش قطايف؟ بس خلاص انا هحطها. اهم حاجه ان انتوا تحطوها على فوطه وتغطوها عشان ما تنشفش. هعمل معاكم واحده كمان برضه اوريها لكم اهي، اهو بالنص. خلي بصوا اعمل لنفسي نقطه، بصوا شايفين، بحيث ان هي تطلع مدوره وشكلها حلو اهي. بس كده. بصوا بقى شايفين دي استوت اهي. برضو هوريكم اللون من الظهر، السخنه جدا بقى. بصوا اهي. قطايف دي ولا مش قطايف؟ بس انا هعمل معاكم واحده كمان برضو عشان خاطر اثبت معاكم المعلومه. واهم حاجه زي ما قلت لكم تبقى على فوطه نظيفه تتغطى على طول عشان ما تنشفش. اهي واحده كمان اهي. بصوا انا عشان برضو اكون صريحه معاكم، اول واحده وتاني واحده ممكن ما تنجحش معاكم عقبال ما الطاسه تاخد الحراره المظبوطه لتسويه القطايف. فلو اول واحده وتاني واحده ما ظبطوش ما تقلقيش، عادي كملي، وفي الاخر هتلاقي يعني انا اول واحده بقى ما ظبطتش معايا، عادي ركنتها وكملت لحد ما درجه الحراره بتاعه الطاسه اتظبطت، والحمد لله خلاص بقت تظبط تمام. ده طبيعي يعني. بصوا بتنشف ازاي، وانا زي ما قلت لكم الحراره ولا هاديه ولا عاليه، متوسطه اهي. نستخليها شويه. بصوا شايفين اللون حلو ما شاء الله قد ايه، وعجينتي مظبوطه قد ايه. برضو هرجعها على الفوطه اهي اهو. بصوا حطيت معاكم واحده اهي تانية اهي. انا بقى يعني بحاول ان انا زي ما بقول لكم اظبط درجه الحراره وما اقلبهاش، ولحد لما اللي فوق ده ينشف خالص، واروح قلبها، او ما اروح رافعاها. ما بتتقلبش القطايف، ما بتتقلبش. لقيتي عندك درجه الحراره عاليه وبتلسوعها من تحت، وطي اعمليها على الاقل، الدرجه الاقل، لحد لما تظبطي البوتاجاز بتاعك على السوى المظبوط. اهي واحده اهي كمان، عشان دي اخر واحده بقى. بعد كده ان شاء الله انا هكمل بقى بقيه الكميه زي ما بنعمل، وهوريها لكم بقى ان شاء الله وانا بقليها. وهوريكم واحده برضو وانا بحشيها مكسرات. يا جماعه زي ما انتم شايفين القطايف عندي الحمد لله ما شاء الله. بصوا طالعه اهي اهو، وبصوا طريه قد ايه، شايفين، وبصوا اللون. بس انا كده هحشي معاكم كام واحده اهي. هنا بقى لو انت حتى خايفه من موضوع اللي انت تعمليها في البيت، مع انه والله لو عملتوها في البيت احلى من اللي احنا بنشتريها من بره اهي. بصوا هقفلها، بصوا بتتقفل ما شاء الله، طريه وحلوه. وبصوا المنظر اهي، شايفين. هحطها حتى انا حاشيه كام واحده اهو، شايفين المنظر كأن بالظبط اللي احنا بنشتريها من بره. هعمل معاكم واحده كمان اهي. بصوا بقى الحشوه دي عباره عن سوداني، وتقريبا كل مثلا نص كوبايه سوداني عليها معلقتين كبار جوز هند، عليها معلقه ممسوحه سكر عادي، زبيب بقى عندك، اي حاجه بقى متوفره عندك حطي ما فيهاش مشكله اهو. انا هحشي معاكم واحده ثانيه اهي اهو، هقفلها اهي. بصوا ما شاء الله طريه وبتتقفل ازاي. هقلع الحشو ده اهي، شايفين المنظر مش زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط، واحلى اهي. بس انا هكمل بقى بقيه الكميه، وهقلي برضو كام واحده كده اوريها لكم. احنا هنعمل رمضان بدري عشان خاطركم. بس اهم حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين، بصوا انا بعمل وبغطي بالبلاستيك راب ده اهو. وطبعا التانيين بطلع تتهوى بس شويه، واللي هي القطايف نفسها بتتهوى شويه، واحطهم على بعض ياخدوا من سخونيه بعض، وبحيث ان هم ما ينشفوش عندي. وبرده بغطيهم برده باي حاجه نضيفه عندي. بس انا هكمل بقيه الكميه وهوريها لكم وانا بقليها برده ان شاء الله.
ما انتوا شايفين، بصوا انا بقلي معاكم القطايف. بصوا على نار الاول اتاكد ان الزيت سخن، وبعدين اهم حاجه ان على نار مش عاليه قوي عشان ما تاخدش لون جامد وتبقى مش مقرمشه. على نار هاديه بس بعد ما الزيت يسخن بس، وهفضل احرك فيها بقى كده لحد لما اتاكد اللون حلو. وهوريها لكم برده في البرزنتيشن. زي ما انتوا شايفين يا جماعه، بصوا للقطايف ما شاء الله اللون والله بجد ريحتها واحلى من الجاهزه وطعمها. يلا جربوها وقولوا لي رايكم، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب. اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.